مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير. ومثل ما تشوفون حبيت اليوم أسوي كليجة، وعندي هنا كيلو طحين وقضارة دهن وتشيز فانيلا وتشيز باكنج باودر وربع قضارة الشكر، وراح أعجنه بروبة. بس انت أي طحين موجود عندكم، طحين فاخر غير نوعية، بس بنات أنا أفضل طحين الفاخر لأنه هو أفضل طحين للمعجنات. والدهن حسب الموجود عندك، دهن جنة، زبدة، انتي تشوفين شنو تحبين تخليلها تخليلها. والحشوة بكيفك حسب ما انتي تريدين تمر، تريدين جوز مبروش، تريدين سمسم، حلقوم، شنو الموجود عندك تخليلها. اكو بيها ناس تحشيها حتى بشكليت، بس انا صراحة ما احب هاي الحشوات. أنا لا أريد أسوي كليجة أحشيها بتمر، أحشيها بحلقوم، بجوز، أمرار أخلي لها سمسم. السمسم نتخلين عليه شيرة يصير يخبل. وبنات أكو طريقة بعد تنعجن بحليب، بس أنا ما أحبها من أعجنها بحليب، ما أحبها، حسبالي تيبس. أفضل الروبة، لأن الروبة يخلي الكليجة طرية، يخليها ترفه. لوش ما راح تظل عندك، ما راح تصلب أبد. تخلينها بعلاقة وتشدينها على لا يطقها هوا، أي شي ما راح تظل عندك الكليجاية دوم ترفه وطرية. وهاي بنات أعجن بيه، أعجن بحيث أخليه يصير شلون الرمل، يصير هيك شلون الرمل من تكطينه بيدك ما يظل بيه أي لكاليك. وهاي مثل ما تشوفون، وأعجنه بروبة، وتعجنينه بروبة. بحيث من تعجنينه يكون يصير عندك مثل الرمل، هاي تشوفينه يعني ما بيه أي لكاليك. وحيل وما حيل تريدين الكليجة تصير حلوة، انت تعجنين بيه أكثر وأكثر. وهنا بعد ما عجنت وكملت، وهاي شوفوا العجينة صارت تخبل. وهنا عندي الحشوة راح أسويها. وهنا بنات من بعد ما عجنته وشوفوا صارت عجينته تخبل. وهنا خليت عليه نايلون مطبخ، هذا نايلون مال الطعام، وراح أتركه شوي لما أكمل الحشوة. أسوي التمر أنا مكملته، مهسسته على النار ومكملته. تضيفوا له من تخلون شوية دهن بالتاوة وتهسسون التمر عندكم، تخلون عليه شوية هيل، أي شي عندكم، بس هو الهيل نخليه عليه على مود الرائحة مالته حلوة. وعندي هنا سمسم هسسته على النار مثل ما تشوفون. أنا هذا السمسم أقطص بيه الكليجاي، أقطص بيه الكليجاية. وهنا خليت شوية ماي للسمسم على مود الكليجاية ما يوقع من عندها السمسم، من تخلينا عليها يلزق بيها ما يطيح من عندها. وهنا مثل ما تشوفون هاي كملت الحشو وخليتها، وراح أقص الكليجة هنا. وهنا بنات، وهنا أفتح العجينة مثل ما تشوفون. حتى الشيبك ذاك كبير ما قدرت أسوي بيه، فخليت بهاي مالت النايلون مال المطبخ، قمت أفتح بيها العجينة. وهاي مثل ما تشوفون حبيت أقصه بهاي الطريقة البسيطة، لا قالب ولا دوخة راس. أحب أنا أقصه هيك بالسكين، هم أسرع وهم طريقة بسيطة. أكو لف بإيدك تريد تسوين تلفينه بإيدك بكيفك، أكو شكل وردة، أكو شكل نجمة، أكو هاي اللف بالإيد. انت شنو اللي عجبك تسوينه بالقالب. أنا ما أحب القالب، عندي قالب بس ما أحبه. أشوف هاي الطريقة أحسن، مالت ألفها وأقطعها بالسكين، أحسن من ما أقصها بقالب. ومثل ما تشوفون بنات هاي حطيت وقعدت، وهسه الساعة تقريبا ب11.
وهاي بنات من بعد ما قصيت وكملت وراح أدخله للأوفن. هاي هنا شوفوا الجمال مثل ما تشوفون، راح أدخلها للأوفن. وهنا بنات خليتها بالأوفن وراح أخليه على درجة 170 بس من جوا تشغلون الأوفن، وهالنوب من تشوفونه يستوي من جوا تخلونها على الفوق. وبنات هاي بعد ما استوى شوفوا الكل زايد شلون هشة، أنصحكم تجربونه. وهنا حبيت أسوي وياكم هاي الأشياء البسيطة بمناسبة مواليد آل محمد، ومع ألف سلامة. بس لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.